العام الأخير مسلسل باكيكي لا نهاية له. وذيع لقاء أجرته قناة الباكيكا في أوروبا ميديا خبر مع دوران كالكان. كان على المرء أن يمتلك صبر أيوب كي يستطيع مشاهدة اللقاء ومتابعته، والأمر كذلك مع عموم قادة الباكيكا وليس كالكان وحده، ف95% من كلامهم تكرار وإعادة، بينما يتم تخصيص نسبة 5% المتبقية لتقييم جديد للأحداث الأخيرة. نستطيع القول بأن من يتابع في العام لقاء واحدا لقيادي للباكيكا فكأنه تابع عموم التصريحات والتقييمات خلال ذلك العام، كون النقاط الرئيسية معلومة للجميع، وأن أسس الباكيكا الثابتة والتي لا تتغير 4، وهي أولا أبدى القائد آبو مقاومة عظيمة، وأن مشروعه وحده هو المنقذ الوحيد لعموم الشرق الأوسط بل البشرية جمعاء، وينبغي أن تتحقق الحرية الجسدية للقائد. ثانيا أبدى الجريلا مقاومة عظيمة، والدولة التركية لا تستطيع التقدم خطوة للأمام. ثالثا سنقضي على فاشية أكابا مهابا معا. رابعا هذا العام سيكون عام تقرير المصير لنا، سيكون عام النهاية للمحتل. فلو تابعتم لقاءات عموم قادة الباكيكا جميل بايك، دوران كالكان أو أي قيادي آخر للعشرة أعوام الأخيرة، لا لاحظتم جيدا النقاط الأربعة السالفة الذكر، فهم يتفننون في سردها بأساليب مختلفة وكأنهم يقدمون رؤى وأفكارا جديدة. كما أنه ليس مسموحا قطعا الإخلال بالنقطة الرابعة، فعموم تصريحات الباكيكا كان خطابها الأبرز هو عام الانتصار، عام النهاية، عام انهيار الفاشية وانتصار مقاومة الجريلا. بالنسبة للأتراك مسلسل الأزقة الخلفية، وبالنسبة للكرد مسلسل عام انتصار الباكيكا. منذ التسعينيات ولغاية اليوم واظبت الباكيكا على تكرار مقولة أن العام سيكون عام الانتصار، فأصبحت أقاويلها هذه كمسلسل لا نهاية له. فمنذ أكثر من 30 عاما ونحن نتابع هذا المسلسل دون أن يظهر باكيكي ويخبرنا عن حقيقة الانتصار الذي حققته الباكيكا العام الماضي. والحقيقة هي أن هذا المسلسل الباكيكي يشبه كثيرا المسلسل التركي الأزقة الخلفية، والتي تعرضه الشاشات التركية. وقد تم دبلجة المسلسل في إقليم كردستان مرة، وتم عرضه ل17 عاما، بحيث أصاب اليأس والإحباط مشاهدي المسلسل. وهكذا فخداع الباكيكا وتضليلها للشعب أصبح أسوأ من مسلسل الأتراك هذا وأردى. الضابط رضا في هذا الفيلم يكرر نفس الكلام لمدة 17 عاما. نعم يموت الأشخاص العاديون يعودون، إلا أن الأدوار الرئيسية في المسلسل لا تتغير، وكذلك الباكيكا فهي أيضا لديها بعض الضباط منذ 40 عاما كأوجلان بايك قراسو كالكان يكررون نفس الكلام دون أن يكون هناك أي خطوة للأمام أو أن يكون هناك أي تغيير يذكر، بل يعرضون نفس السيناريو أمام الكل دوما. فمنذ 45 عاما تروي الباكيكا نفس القصة. قضينا على الدولة التركية، انهار الجيش التركي. هذا العام هو عام الانتصار، عام النهاية، سنقاوم وننتصر. قريبا سنحقق نصرا نهائيا بحيث يجعل الإنسان يتعلق بها، ولكن دون وجود سنتيمتر من الانتصار، بل على العكس تماما. هناك هزائم ودماء تراق ودموع تذرف. فالسياسة التي تمارس باسم الباكيكا ألحقت بالكرد أبشع الخسائر وأفظعها. فيحكي دوران كالكان القصة على هذا النحو: كان يا مكان، نفذ الجريلا 454 عملية خلال عام، وقضوا على 1871 من عساكر الأتراك. أين قتلهم؟ في الزاب. من لم تقدر على هزيمته في أنقرة لن تقدر على هزيمته في الزاب. الحرب التي بدأتها الباكيكا قبل 45 عاما في أنقرة أوصلتها لبرواري بالا، الزاب وحفطنين. هنا نتساءل: من لم تقدروا على هزيمتهم في أنقرة ألم تقدروا على هزيمتهم في آمد؟ غير أن هذا لم يحصل هناك. وهنا معادلة رياضية بسيطة، وهي الحرب التي لم تكسبها في أنقرة وآمد لن تربحها في الزاب وعضشين وخواكورك وحفطنين. ويواصل كالكان سرد قصته فيقول: لا يستطيع الجيش التركي التقدم برا. دوران أفندي، كن جادا بعض الشيء، ألا تستحي؟
فالجيش التركي ينقل الجنود بالباساد من بولو لعموم الشمال ومناطق الدفاع المشروع، ولا تنفذ ولو عملية واحدة ضد الأعداء من حفتن ووصولا لخواكور، وتم انتزاع عموم المناطق الجبلية من أيدي الباكيكا والاستيلاء عليها. وما زال كالكان أفندي يتحدث عن انتصاراته البرية. فهل بقي شبر من أرض تحت سيطرتكم حتى تزعمون أنكم منتصرون وتتغنون بالنصر؟ فيا ترى ما هو الانتصار في نظر الباكيكا؟ وكيف يكون المرء منتصرا؟ لم يخجل كالكان بتاتا، فاستذكر بعضا من قادته ممن قضوا حياتهم أمثال بيريفان زيلان وأحمد روبار، وأن كل واحد منهم مكث 30 سنة في الجبال، غير أنه كان ينبغي على كالكان أن يذكر كيف فقد رفيق دربه الفكري ومؤسس الباكيكا علي حيدر غيتان فؤاد حياته. فكل حزب لا يقدر على الإفشاء عن موت قيادي مؤسس في صفوفه فاعلم جيدا أن هناك دسيسة وخداع. فتفضل فنترك لك الساحة، فلو كان الجريل ذو قدر وجاه عندك فابدأ بعلي حيدر غيتان واعترف عما اقترفته يداك. أيا ترى الأقوال كالكان بمثابة اعترافات أم مؤشرات على الطيش واللاوعي؟ الموضوع العام لكالكان في مسلسله الدعائي كان الوضع السوري. في هذا المجال صرح كالكان على النظام السوري أن يراجع التاريخ، فالحقبة التي حافظ النظام على بقائه ووجوده فيها كانت الحقبة التي أمضاها مع الباكيكا. ينبغي أن لا ينسوا هذا، ويجب عليهم أن لا يجعلوا من أنفسهم أداة بيد الدولة التركية لمحاربة الكرد. من الصعب أن يقرر الإنسان هل هذا اعتراف أم مؤشر على الطيش وفقدان الوعي. فحسب كالكان أن الدولة السورية أصبحت صديقة للكرد في فترة ما، إلا أن الحقيقة هي أن سوريا لم تصبح صديقة للكرد عبر تاريخها، ولم تقبل وجود الكرد، ولم تعامل الكرد على أنهم مواطنون مطلقا. وما كان يحصل في حي فاخر من أحياء دمشق وتقديم فيلا فاخرة لأجلا لا يأتي بمعنى أن الدولة السورية صديقة للكرد، بل هذا اعتراف بأنه لو تراجع النظام السوري وعاد إلى سابق علاقاته مع الباكيكا فلا يهم الباكيكا ما يرتكب بحق الشعب الكردي. فدوران كالكان وحزبه الباكيكا مهما حاولوا سرد قصص بطولية كمسلسل الأزقة الخلفية فللأسف لن يقدروا على إخفاء حقيقتهم. فالكل بات يعلم جيدا أن العام الأخير لا شيء، بل تدمر حياة المئات من عوائل الكرد كل عام. نعم قد تكون هناك هزائم وانتكاسات وقتية، غير أن هناك اتفاقية تقضي أن الدولة التركية هي المنتصرة في النهاية. وكما لم يعد بإمكان مسلسل الأزقة الخلفية أن يكسب ممثلين، فكذلك لم يعد بإمكان مسلسل الباكيكا العام الأخير أن يقتني المقاتلين.